السلام عليكم. قبل ما نبداو الفيديو نصليو على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد. مرحبا بكم من جديد في قناة فن الطبخ مع حنان، في فيديو جديد في وصفة جديدة. اليوم جبت لكم تشيز كيك بالليمون او الحامض. كتجي منعشة ولذيذة بزاف، بكريمة سهلة وبدون ملونات وبدون جيلاتين. بلا ما نزيد نطول عليكم، ندوزو المكونات وطريقة التحضير. كيف ما العادة فرجة ممتعة. بسم الله، نبداو على بركة الله. غناخذ واحد الاناء غندير فيه 3 البيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، كاس قل ربع ديال سكر سنيدة، ساشي ديال فاني، قبيصة ديال الملح. غنضربوا البيض مع السنيدة تيتغير اللون ديال البيض. من بعد ما ضربت البيض والسنيده غنضيف 4 كاس عنبه ديال الحامض او الليمون. دابا غنضيف كاس قل ربع ديال الزيت، غنضيف بشويه بشويه وانا كنخوي وانا كنضرب. غنضيف كاس ديال الماء، بالنسبه للدقيق غنضيف الكاس الاول غنغربلو، من بعد غنضيف 2 خمارات حتى هما نغربلهم، وغنضيفوا الكاس الثاني ديال الدقيق. دابا غنضيف الكاس الثاني ديال الدقيق. هاد المرحله هادي نخلط غير بالضرب اليدوي على هاد الشكل هذا. هنا راه زدت نص كاس عنبه ديال الدقيق، يعني مجموع الدقيق الابيض اللي درت هو 2 كيسان عنبه ونصف. غنخلط مزيان بهذه الطريقه. غناخذ واحد المول اللي دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق، وغادي نخوي فيه داك الخليط ديال الكيك صافي، وندخلو الفران اللي كنت شاعله قبل. كيف ما بديت كيكه شعلت الفران صافي، ونشعل ليه غير من التحت حتى طيب ليا من التحت، عاد نشعلها من الفوق باش تحمر ليا. وها هو الكيك ديالي من بعد ما طاب. كيف ما نخرجو من الفران غنسقيه بكاس عنبه ديال الحليب. حليب ما تدفيه ما والو. بالنسبه للكريمه غنحتاجو ساشي ديال كريم شانتي، غنضيفو كاس عنبه ديال الحليب يكون بارد مزيان باش طلع لينا كريم شانتي مزيان. دابا غنطلعوا الكريم شانتي بالضراب الكهربائي. غنوقف التخلاط اولا التضراب، وغنضيف 2 معالق كبار ديال عصير الليمون اولا الحامض وغنضرب. وغنضيف هنا 3 بيرليات اللي يعطي واحد المذاق للكريمه ديالنا خطير. تقدروا تعوضوا بيرلي باي جبن متوفر عندكم، جبن ديال الدهن، ولكن انا كنصحكم ديروا بيرلي، راه كيعطيها واحد المذاق زوين زوين بزاف. من بعد كنكمل في التضراب حتى كتوقف ليا الكريمه ديالي. الكيكه ديالي من بعد ما شربت ليا داك الحليب انا خليتها ليله كامله. تقدروا تخليوها غير ساعتين راه كافيه، انا حيت ما كنتش مساليه داكشي علاش خليتها حتى الغد ليه عاد غندير لها الكريمه.
صافي ندير عليها الكريمه بهذا الشكل هذا. كنحاول نسرح الكريمه ديالي مزيان. صافي من بعد ما قديت الكريمه ديالي مزيان كنمسح الجناب ديال المول على هذا الشكل هذا. صافي وكندخل الكيك ديالي للفريغو او للكونجيلاتور. خاص الكريمه ديالي تبرد ليا مزيان. ودابا غنصايبو الطبقه الثالثه. في الطبقه الثالثه غنحتاجو نص كاس ديال العصير الحامض اللي ضروري من بعد ما نعصروا الحامض ديالنا ضروري نصفيوه. وغنحتاجو كذلك كاس وربع ديال الماء. هنا راه بان غير كاس اللي ضفت ديال الماء، ولكن من بعد ضفت ربع كاس ديال الماء. بالنسبه للسكر انا ضفت كاس قل ربع ديال السكر، تقدروا ديروا اكثر. معلقه ونص ديال لا كريم باتيسيير اولا النشا اللي بغيتو نتوما، من الاحسن ديروا لا كريم باتيسيير. صافي كنخلطوا مزيان الخليط ديالنا. دابا غنحطوا الخليط ديالنا فوق النار متوسطه مع التحريك، غير يبدا يتقال نطفوا عليه النار. الخليط ديالي من بعد ما طفيت عليه النار كنخليوه ماشي تيبرد، نقدروا نخشيو فيه صبعنا. هذيك الساعه ممكن نخويوه على الكريمه ديالنا كطبقه ثالثه بهذا الشكل هذا. راه كيتماسك، كنخليوه غير يبرد لنا شويه كتماسك بحال دايرين لها الجيلاتين. كنخليو التشيز كيك ديالنا يبرد ونعاود نرجعوا ليه باش نقطعوه. التشيز كيك ديالي من بعد ما بردات، انا الصراحه درتها في الفريغو راه بزز باش نقطعها. المهم راه قطعتها قطع صغيره على شكل مستطيل. وزينتها بالقطع صغيره ديال الحامض من الوسط، وفي الجوانب درت رقائق اللوز. بالنسبه للتزيين نتوما اللي بغيتو تقدروا تخليوها خاويه، راه كتجي حتى خاويه كتجي زوينه. ونجرب معكم وحده كيف ما ولفتكم. هانتوما كيفاش كتجي من الداخل، راه كتجي بنينه بنينه بزاف، وكتجي الصراحه منعشه. وديال هاد الجو هذا كنتمنى تجربوها، حيت الا جربتوها انا متاكده غتوليو ديما ديروها. راه كيف ما شفتوا الطريقه راه سهله، كيف ما شفتوا راه بدون منكهات. كنتمنى الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، ولاول مره كيدخل قناتي وعجبو المحتوى كنقول ليه مرحبا بك، اجي اشترك معايا بتفعيل الجرس باش يوصلك ديما الجديد ديالي. وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.